صباح الخير. أعرف كل زين إنه صار لي هواية أني ما ناشرة فيديو أو مسوية شي. مو مسألة إنه أنا نسيت الهدف مالتي اللي هو إنه أركز على وزني وصحتي، لكن إنه يعني شوية ابتعدت عن السوشيال ميديا بس دا أركز بحياتي. هسه راح أراويكم شنو الأشياء اللي دا أركز عليها. مثلا هسه أني سويت جدول اليوم، تقريبا اليوم التاسع، الأشياء اللي أنا كل يوميا لازم أسويها. طبعا الوزن مالتي بدأ ينزل بهاي الطريقة، فبديت إنه أسوي أشياء بسيطة كل يومية وأستمر عليها. تمام. ف وهاي النتيجة إنه أني تقريبا أراويكم شلون نزل الوزن مالتي. يعني إنه دا أنزل وزن، شلون دا أنزل الوزن الشحوم. بس طبعا أكو لساته أكو جلد مترهل، هذا فد شي عادي، لكن إنه يعني كلش مرتاحة ويا جسمي، دا أحس نفسي كلش خفيفة، دا أحس نفسي إنه مرتاحة أكثر. صحتي النفسية، بما إنه أنا بدأ أركز بالسوشيال ميديا، صحتي النفسية صارت أحسن بهواي. فلا تعتقدون بأن أنا ناسية كل شي، لكن أنا دا أركز يوم بيوم، يوم بيوم، شوية شوية. ما دا أضغط على نفسي وأخلي خطط كلش كبيرة، شوية 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 شوية. الحياة يعني الإنسان لازم شوية يكون على كيفه ويا نفسه، ما يضغط على نفسه، ويعني مع الوقت ومع الاستمرار راح يشوف نتيجة. فأني هاي النتيجة اللي حتى هسه أنا كلش مرتاحة عليها الحمد لله ومستمرة. تمام. أوكي، فأنا كلش سعيدة بنفسي. أتمنى إنه أشجعكم ولو بشي بسيط، لكن إنه واحد يخلي خطط كلش كبيرة هذا فشي غلط. خلي شي بسيط، شي تقدرين عليه كل يومية تقدرين تسويه والتزمي بيه. يعني شغلة بسيطة، ترى أنا دا أتمرن تمارين بسيطة كل يوم، ودا أعتني بنفسي وأبتعد عن الإنترنت. الإنترنت سم، يعني يسم بدني. أركز على علاقاتي الحقيقية ويا العائلة ويا الأصدقاء، الدراسة، هاي الأمور شفت عليها هواي فائدة أكثر من ما إنه أقعد أقلب وأضيع وقت. خلوا لايك، وأتمنى إنه تجربون تغيرون أشياء بسيطة كل يوم، وإن شاء الله تشوفون نتيجة.